يا سلام يا صاحبي. الدنيا كانت ماشية عادي جدا لحد ما حصلت حاجة قلبت الترابيزة على الكل. ضربة غامضة في الدوحة، محدش كان فاهم جاية منين ولا ليه. لكن المفاجأة إنها ما هزتش الأرض بس، دي هزت الدولار نفسه. ترامب وقتها كان نايم في أمان الله، صحي على خبر الضربة، بس بدل ما يفكر في رد عسكري فتح التويتر وبدأ يكتب عن خطة سلام جديدة. غريبة مش كده؟ السر مش في الدوحة، السر في الرياض. السعودية خدت الضربة دي كإشارة خطر وجريت مضت اتفاقية دفاعية ضخمة مع باكستان. بس خد بالك، باكستان دي مش مجرد جيش مسلم بعيد، دي البوابة الخلفية للصين. 48% من سلاحها صيني. يعني الاتفاقية دي كانت رسالة واضحة لأمريكا، إحنا مش لوحدنا وورانا تنين. هنا ترامب اتجنن، مش عشان خوفا على حلفائه، لا، ده راجل بيشوف العالم بأرقام، بأسهم، ببورصات. شاف الاتفاق ده تهديد مباشر لحياته الاقتصادية، لأن لو السعودية فكت ارتباطها بالدولار وبدأت تبيع البترول باليوان الصيني، يبقى انتهى عصر البترو دولار وبدأ عهد البترو يوان. والكارثة إن أمريكا مش مستعدة تخسر الخليج، لأن الخليج مش نفط وبس، ده الصندوق اللي متخزن فيه استثماراتهم وسنداتهم وديونهم كلها. الاقتصاد الأمريكي عايش على تنفس صناعي اسمه السعودية. وفي الوقت اللي ترامب بيحسبها بالأرقام، كانت إيران بتسخن للعبة جديدة، صواريخ بتتجرب وتحالفات بتتشكل، وروسيا بتصنع لها سخوي 35، والصين بتفتح الباب على استحياء. أما الخليج فعارف إن اللي جاي نار، صفقات سلاح بتتوقع، مصانع ذخيرة بتتبني، واتفاقيات بتحصل كل يوم. الكل شايف إن الجولة الجاية خلاص قربت. الموضوع مش حرب عادية، دي معركة على عرش الاقتصاد العالمي. ترامب بيتحرك عشان الفلوس، والسعودية بتتحرك عشان السيادة، والصين بتبتسم في الخلفية وهي شايفة الدولار بيترنح. الدنيا بتتغير، ومشهد الشرق الأوسط داخل على فصل جديد، عنوانه اللي كان بيبيع البترول بالدولار بقى بيحدد مصير الدولار نفسه. تحيا مصر، ويحيا كل اللي لسه فاهم إن المعارك الكبيرة عمرها ما بتبدأ بالرصاص، بتبدأ بالعملة.